انت ايه اللي يخليك تشارك الخبرات بتاعتك معانا؟ يعني انت مستفيد ايه؟ بص، هو المفروض السؤال يقول انت ليه ما تشاركش الخبرات معانا. ايه بقى؟ هقول لك كذا حاجه. انا بقالي في المجال ده تقريبا 12 13 سنه، شفت حاجات كتيره جدا. اول ما بدات خالص، مش عايز اقول لك ان انا في الاول بقى خالص كان عندي المايند سيت دي بقى، واللي انا كنت فاهم الدنيا وكده. أنا كنت شاب صغير، كنت زي اي حد طبعا بخاف الحاجه اللي انا بتعلمها بصعوبه، وخصوصا ما كانش في حد خالص بيتكلم عنها. كنت بدخل بس اشوف الاجانب بيقولوا ايه في المنتديات اللي هي الداخليه دي، فكنت بتعب عقبال ما بوصل المعلومه. ده كان في الاول خالص اول ما بدات. طب بعديها بشويه ابتديت اتكلم مثلا صحابي او الناس القريبين مني، اقول لهم والله ده في كذا 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 وانا بعمل كذا كذا. سبحان الله، كنت اروح الاقي حاجه مثلا ما كانتش شغاله معايا الاقيها اشتغلت لوحدها. وانا بحكي لحد طبعا ده، او الواحد لسه عقليته مش مكتمله، يحس اللي هو ايه، اللي هو طلع بقى سر من اسرار الكون الحربيه، فاهمني؟ ارجع الاقي العكس حصل، عكس ما انا كنت فاهم خالص. المهم، واحده بواحده مره حتى كنت افيليت صامت زمان قوي، اللي كانوا شغالين افيليتس يعني، فعارفين ايه الافيليت سامت. المهم كان في شركه كنت بتعامل معاها، كنت انا التوب افيليت عندهم. رحت قعدت في البوث بتاعهم، يعني المكان اللي هم واخدينه جوه الافيليت سامت دي. قعدت اكلم الافيليتس عشان يجوا يشتغلوا مع الشركه اللي هم يعني كاني بروح بجيب منافسين ليا للشركه اللي انا شغال معاها، فاهمني؟ حتى ان هم دلوقتي اصحاب الشركه دول ناس جميله جدا، اصحابي يعني وحبايبي. بس هم حتى لحد دلوقتي بيقولوا لي الموضوع ده، يعني قالوا لي ما فيش حد بيعمل كده، كانوا مستغربيني. بس ساعتها سبحان الله برضو لما عملت كده لقيت ربنا فتح عليا من الواسعة.